السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني انا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. مبسوطة جدا اني معاكم وان شاء الله قناة تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونسمي الله وندخل نشوف الاكلة بتاعتنا النهاردة ايه. النهاردة فطرنا يوم الجمعة. دي الأكلة المحببة لقلبي وقلب جوزي بصراحة بنعشقها. فأنا عملتها ازاي؟ تعالوا أقول لكم بقى. أنا حطيت مية تغلي وبعد كده حطيت عليها، نزلت بعد ما المية غليت نزلت عليها بربع كيلو من الفول المدشوش ومعلقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون، ده اللي هيديها اللون الجميل كده في الآخر، هوريهولكم في الآخر. وأربع فصوص توم. وحطيت كمان بصلتين صغيرين كده وسط يعني متقطعين. وحطيت 4 طماطمات متقطعين برضو نصاص. وقرن فلفل كده حطيته. وكانت عندي خضرة متفرزة. طبعا الخضرة دي لو كانت صبحة كانت تبقى حلوة، بس أنا ما كانش عندي وصحيت الصبح ونفسي فيها أعمل إيه؟ أعملها بخضرة متفرزة. فأنا استنيت لما المية غليت ونزلت على طول بالخضرة على المية السخنة يعني. وكمان حطيت كمية محترمة من الخضرة كده يعني. وكمان هحط معلقة صغيرة من الكمون المطحون. لازم 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 احط كمون على الفول والمدشوش وهو بيستوي. بس مش هحط اي ملح خالص عشان الفول يستوي. طيب خدت قد ايه سوا في السلق ده؟ كده خدت حوالي نص ساعة. بس كده هسيبها بقى تغلي غلوة وهقفل عليها. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى هعمل الطشة بتاعت البصارة، الأكلة الحبيبة قلبي النهاردة. فأنا ما بحبش البصل مفروم في الكبة، لأنه بحسه بيبقى ناعم قوي وبيبقاش حلو كده في التحمير. وما بحبهاش متقطع كبير، فبحب أقطعها كده مكعبات على إيدي كده زي ما انتم شايفين كده. فجبت الأربع بصلات دول وهنقطعهم مع بعض. طبعا البصل الحاجة الوحيدة اللي مش بعرف أقطعها خالص 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 على الكاتنج بورد. القطاعة دي ما بعرفش اتفاهم معاها خالص بالبصل بصراحة، بيروح مني كده يمين وشمال، مش بعرف اقطع خالص. فانا بتعامل بايديا يعني. بصوا هقطعها بقى كده زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان الاكله دي كمان عند ماما، ربنا يديها الصحه، وخالاتي بيعشقوها. عايزه اقول لكم ان احنا بنتجمع كل فتره كده. جمعوا عند واحده منهم يعني من الاخوات، من خالاتي. ويعملوا بصاره بقى والكل ياكل منها بقى. بصراحه بتبقى حلوه قوي قوي قوي، بيبقى يوم جميل. لازم كلنا نتجمع كده ونقعد ناكلها. محدش بيعملها عند خالاتي، محدش بيعملها لوحده. لازم كلنا يعني كلهم يتجمعوا ياكلوها مره واحده. ربنا يخليهم لبعض يا رب. بصوا بقطعها كده. طبعا هيتبقى مني بصل، بصوا اللي هيتبقى مني ده هقول لكم هعمل فيه ايه. بصوا بقى كده حلوه ازاي. طبعا بيبقى اطعم لو هو مش معمول مش في المبشره ولا في الكبه والحاجات دي، لا متقطع كده مكعبات. دي اخر بصلايه. طبعا الكميه عايزه اقول لكم ان هي ما كانتش كبيره، لان بعد ما تتحمر هتشوفوها دلوقتي هتكش وتبقى حبه صغيرين قوي. كده خلاص خلصتهم دول بقى. بصوا كانت البصاره الفول يعني غلي غلوه وحطيت عليه زي ما انتم شايفين اهو. فرحت حاطه فيه البصلتين دول. مش هيتضروا بس ما يترموش، المهم ما يترموش. هنا بقى ولعت على البصل احمره. حطيت حبه زيت حلوين حلوين كده محترمين كده. ليه؟ لان هم دول اللي هيبقوا هيتحطوا في البصاره بعدين. هبدأ بقى وانا بحمره كده احط عليه معلقتين صغيرين خالص من الملح، معلقتين صغيرين. ليه بحطه؟ اولا بيتحمر بيبقى حلو في التحمير. ثانيا لما بينزل عليه البصاره بيحدق بقى البصاره. اما باجي بقى احدق البصاره بحدها على خفيف كده. هفضل اقلبه بقى كده. بصوا هيخلي البصل يدبل، الملح البصل يدبل ويرجع تاني يتحمر ويبقى ناشف كده وحلو قوي. بصوا كش ازاي بعد ما اتقعد شويه الف. طبعا انا ده ما سابتوش لان انا عايزاه متحمر كده تحمير كده خفيف كده مش محروق. ايديا كده فيه مش سايباه خالص.
هيبدأ بقى ياخد لون كده خفيف. هبدأ بقى اعمل ايه، هنزل عليه بكام فص توم مفرومين اهو هنا اهو. بصوا بقى كده هو بدأ يتحمر من على الحروف زي ما انتم شايفين اهو. فهبدأ انزل عليه كده بأربع خمس فصوص توم صغيرين. ده بقى بيخلي الطعم والريحة. هنا بقى كانت الريحة بقى هنا ايه، ما اقولكوش كانت ريحتها عاملة ازاي. قلبت بقى كده شوية. بصوا كده بقى انا هقفل البوتاجاز. انا كده خلاص قفلت البوتاجاز، وهبدأ اقلب فيه. الزيت سخن مغلي، يعني هيدي لون للتوم. انا مش عايزاه محروق عشان ما يمررش. والبصل كمان هيكمل تحميره، بس بالراحه خالص مش هيتحرق مني. بصوا كده انا بقلب اهو لحد ما الاقي البصل الزيت هدي خالص، برد يعني. وبس كده بيبقى هنا الطشه اللي هعمل بيها كده خلاص خلصت. بس شوفوا هدي بقى خالص ازاي وبرد. بس كده هو كده بقى انا اضمن ان هو مش هيتحرق خلاص تاني. بصوا بقى كده البصارة بعد ما قعدت لها نص ساعة. بصوا هاخد واحدة من الفول دي وهاكلها يعني كده. خدتها بايدي كده اهو. هاكلها لقيتها خلاص استوت خالص اتهرت. فقفلت عليه وسبته يبرد خالص عشان لما اضربه في الخلاط. طيب انا ممكن ما اضربوش في الخلاط واعمله بالهاند بلندر، ممكن مفيش مشاكل. بس اولا انا ما عنديش هاند بلندر، ثانيا وده الاهم ان انا بحب اصفيها، لان الطماطم دي بيبقى لها قشر كده بسيط بلاقيه بيطلع فيها، يعني انا ما بحبوش. هنا بقى هعمل المخلل بقى اللي هيتاكل جنب البصاره. البصاره تحب البصل بصراحه، بس انا عن نفسي مش بحب اكله كده، ما بعرفش اكله كده. فلازم بقى ايه اقعد اعمل له كده طريقه كده تخليه ما يبقاش حراق خالص، ولا يبانش خالص ان انت واكله بصل خالص. نهائي نهائي نهائي. طبعا الطريقه دي ست الحبايب هي اللي معلماها لي من زمان قوي وهي بتعملها لنا. وانا حبيت اكل البصل بسببها يعني. فما بتبانش خالص ريحته كانك مش واكله اي حاجه خالص. بصوا بقطعه حلقات كده. هتقولوا لي الكميه دي كبيره، لا هقول لك الكميه دي مش كبيره. الكميه دي علشان في حبايب كلوا من البصاره. مش احنا بس، مش انا وجوزي بس يعني. بصوا بقى انا هنا ايه بقطعه كده شرايح. اهو. في الوقت ده انا كنت حاطه عيش في الفرن، خلي بالكم. بحمص عيش طبعا. البصاره برضه تحب الايه، تحب العيش المتحمص. لو كان في بتنجان متخلل بقى كمان كان يبقى حلو قوي، بس للاسف ما كانش عندي. احط بقى هنا بعد ما قطعتها، احط هنا بقى عليها ايه، معلقتين ملح صغيرين وحبه خل، رشه خل كده صغيره. انا هحط خل تاني بس ايه دلوقتي خل بس دول. وابدا بقى ادعك كده. بصوا مرحمش البصله، افضل ادعكها كويس قوي واتك عليها كده لحد ما تنزل ميتها. بصوا الدعك ده بيخليها ما يبقاش ليها ريحه خالص في الاكل، وافضل كده افرفطه كده وانا بعمله. بصوا مرحمهاش، افضل كده اتك عليها كده هيتكسر ويبقى حلو قوي. حطيت شويه خل تاني لان حسيت ان هي عايزه شويه خل في ايدي كده. بحس بيه كده انا عايزاه ده كده، عايزه انزل ميته خالص. الميته اللي هي بتعمل ريحه وبيبقى حراق في البق كده. وسبته على جنب بقى شويه، وهقول لكم هعمل فيه ايه بعد شويه. هنا بقى البصاره كانت خلاص بردت. هبدا بقى بردت شويه صغيرين بصراحه مش قوي، بس عشان كنت مستعجله عايزين نفطر. حطيتها في الكبه او في الخلاط في اي حاجه انت بتضربي فيها، وهضربها واصفيها. طبعا انا كنت مصوراها بس ما جاتش معلش. بعد ما صفيتها بقى جيت اعمل، غسلت الحله، نفس الحله غسلتها وحطيتها تنشف، وحطيت فيها حبه من التقليل اللي انا عملتهم وسخنتهم كده مع الحله، اتعرفوا على الحله كده. وبعد ما سخنوا كده وطلعوا صوت كده انزل عليهم بقى بالبصاره اللي انا صفيتها بعد ما ضربتها في الخلاط وصفيتها. بصوا بقت كريم ازاي، شكلها بقى عامل ازاي، خطيره يا لهوي على الجمال. والله العظيم انا بسجل الفيديو ده بعد ما خلصت اكل منها. بصوا احنا كلناها مره واحده انا وجوزي. بألف هنا وشفا على قلبه، بس كانت خطيره وكانت بقالنا فتره ما عملناهاش، كانت حلوه قوي.
طيب بتبلها ازاي بقى؟ بحط عليها معلقه نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وبحط كمان نص معلقه صغيره من الكمون، انا سابقه وحاطه كمون قبل كده، ونص معلقه صغيره من الملح، وبحط كمان نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. بس كده. الاكله دي يعني كميه ال القيمه الغذائيه اللي فيها، اولا معموله بحاجات مفيده جدا، ثانيا وده الاهم ان ما فيهاش اي حاجه خطر، لا مكعب بقى مرقه ولا بهارات ما مش عارفين هي جايه منين ولا اي. بصوا كده حاجه كده خطيره، مفيده جدا للاطفال. هنا بقى سبتها تغلي غلوة على النار، وجيت هنا بقى للبصل. البصل هنا كنت شطفته بقى طبعا من المية اللي هو نزلها، لان المية دي بتبقى بقى فيها طعم البصل مش عايزاها. هعمل بقى ايه تاني بقى؟ رحت في نفس البايركس بقى حطيت عليها حبة زيت حلوين، وحطيت عليها كمان حبة خل، وهحط عليها كده صباع من او معلقه كبيره كده من الفلفل المطحون ده. لو في شطه بقى ناعمه كانت تبقى حلوه قوي، بس انا ما عنديش لاني ما بستعملهاش خالص في البيت. عندنا ما بياكلوش اي حاجه حراقه فما بتدخلش البيت اصلا. وحطيت ملح وفلفل اسود وحبه كمون صغيرين، وبس كده هقلبها بقى كويس. بصوا قلب بقى كده، بصوا المنظر، بصوا المنظر، بصوا ويعني شوف بصوا الشكل، طعمها بقى جميل. البصل بصوا خلاص كده اتهرى، ما بقاش فيه مش ناشف يعني يوجع يبقى حراق في البق ولا حاجه. حسيت ان هي عايزه شويه ملح تاني، حطيت لها شويه ملح تاني، وبس كده. شوفوا يا لهوي على الطبق ده كان خطير. هنا بقى كانت البصاره خلاص تقلت واستوت وبقت حلوه كده. انا طبعا حطيتها على النار شويه لحد ما تقلت. هبدا بقى اصبها في البايركس ده وهي سخنه كده عشان بتعمل وش على طول. بصوا شوفوا شكلها عامل ازاي، كريمي ازاي وناعمه وجميله جدا، عشان كده انا بحب اصفيها. بس كده تعالوا بقى نحط عليها الايه البصل الفاضل مننا، لان انا حطيت كميه في الحله والباقي سبته بقى عشان بحطه على الوش كده. عشان كده انا قلت لكم هي كانت البصل كان حبه صغيرين، لو كان اكتر من كده كان يبقى احلى بكتير. هرش بقى كده على الوش بقى كده، برش في كل مكان كده. الطريقه دي طريقه ماما، ربنا يديها الصحه، طريقه خالاتي ربنا يخليهم لي يا رب، فهم بيعملوها تملي كده. بنغرفها بقى احنا كده، بنغرفها في اطباق صغيره عند ماما وخالاتي، يغرفوها في اطباق صغيره. وكل واحد بقى بياخد طبقه بقى كده، علشان في شيء بيحط عليه ليمون وفي شيء لا. يعني انا عن نفسي وانا وجوزي بنحبها بليمون، فحطينا عليها عصره ليمون. لكن في ناس ما بتاكلهاش بليمون، فكل واحد بقى بياكل كده اللي هو عايزه كده، وبيبقى يوم حلو قوي. وزي النهارده كان يوم جميل جميل، بدأته كده بالبصاره كان حاجه خطيره. رشيت بقى عليها كده البصل كده من على الوش، وهحط كمان عليها بسم الله الرحمن الرحيم شرايح ليمون، وكنت كمان حمصت عيش زي ما قلت لكم. وبس كده، وادي العيش. وبكده يكون الفيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك، تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.